السلام عليكم ورحمة الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. في الفيديو ده هنبدأ نعمل انستول للتكست اديتور اللي هنبدأ نستخدمه. هنروح على أي براوزر عندنا ونكتب كود بلوكس. بعد كده هيدخلنا على الصفحة دي أو ممكن يدخلك من بره. هتختار داونلود، بعد كده هتيجي هنا تضغط داونلود ذا باينري ريليز. سكيب الاد. بعد كده هننزل تحت على الويندوز، هنختار في نقطة مهمة جدا هنا واحنا بنعمل انستول. هنيجي عند الجزئية اللي مكتوب فيها مينج دبليو دوت اي اكس اي. جزئية مهمة جدا. ليه بقى؟ مينج دبليو دوت اي اكس اي ده الكومبايلر عشان ننزل التكست اديتور بالكومبايلر بتاعه، ما نحتاجش نعمل انستول للكومبايلر بعد كده. هنروح دايسين هنا كده عاملين انستول. هيبدأ يعد هنا تايمر معانا، بعد كده يبدأ يروح عامل له انستول تلقائي على طول. طيب أنا عملت له طبعًا انستول، فمش هنعمل له انستول تاني عشان اختصارًا للوقت. هنروح للمكان اللي إحنا حافظينه فيه. يعني كده مثلًا أنا حافظه في المكان ده، هنروح جايين عليه كليك يمين. دي نقطة مهمة جدًا. في الأول هنعمل له انستول عادي. هنعمل له انستول زي أي تكست، زي أي برنامج أصلًا. هنضغط عليه ضغطتين هيبدأ هو يتسطب معانا. هو عايز permission هنا هنقول له yes. بعد كده هيبدأ عملية التسطيب، هنقول له next. بعد كده agree next. بيقول لك على المكان اللي هو هيحفظ فيه يفضل تخليه في نفس المكان اللي هو عامله الديفولت بتاعه. بعد كده نعمل له انستول، هيبدأ يعمل انستول على طول. تمام، هو كده خلص الانستليشن وبيقول لك عايز تشغل التكست اديتور على طول، هنقول له يس. هيبدأ يفتح معانا هو كده. بعد ما فتح معانا خلاص هنروح نعمل نقطة مهمة جدا جدا. هنقفله خلاص ونقول له نيكست وفينش. هنروح أول حاجة هنروح واخدين، هندوس هنا كليك يمين على الكود بلوكس ونعمل كوبي از اباس. هناخد اليو ار ال بتاعه، هناخد المسار بتاعه ونروح نازلين تحت كده في السيرش بتاع الويندوز ونكتب environment. هيروح مطلع لك edit environment variable. هنضغط عليها. بعد كده هنروح نقول environment variables ونيجي هنا نختار الباس وندوس edit. بعد كده نروح جايين كاتبين new، نضغط على new ونعمل paste للباس بتاع اللي احنا كنا لسه واخدينه. بعد كده نروح دايسين اوكي اوكي. وكده الكود بلوكس هيشتغل معانا على طول. طب ايه هي الخطوة الأخيرة اللي احنا عملناها دي؟ احنا عرفنا الكومبايلر. يعني الكومبايلر كده شغال، أول ما تدخل وتكتب أي حاجة هيكتب معانا. تيجي نعمل تيست كده بقى سريع. والكود بلوكس يعني ندخل عليه ونشوف هيرن الكود معانا ولا لأ. أول حاجة هنقول ندوس create new project console application جو. بعد كده next سي بلس بلس هنخليها متحددة وندوس next. بعد كده هنديله اسم وليكن هنخليه مثلا test finish. كده هو ظهر لنا هنبدأ بقى عايزين نرن الكود عشان نشوف هل الكومبايلر بتاعنا شغال ولا لأ. طلع لك لو طلعت معاك الشاشة السوداء دي وقال لك هلو وورلد وانت بتدوس ترن. طب احنا رنينا الكود ازاي؟ رنينا الكود عن طريق الايقونة اللي فوق دي اللي مكتوب فيها بيلد اند رن. تضغط عليها تروح رن الكود على طول.